لما الحلواني بنفسه يديكي سر الصنعة تبقي أكيد فخورة وانت بتقدميها للمتابعين. في الحقيقة أنا في قمة السعادة وأنا بقدم لكم النهاردة أفضل وأنجح طريقة ممكن تعملوا بيها الكحك الناعم. هو العيد أصلا ما يحلاش من غير الكحك. هقولك ازاي تطلعيه محتفظ كده بالنقشة الجميلة بتاعته دي، وازاي تتحكمي في درجة نعومة الكحك الناعم سواء عايزاه يبقى دايب جدا أو حتى وسط. الكحكة دي بجد قد ايه ناعمة وبتدوب في البق دوبان، طعم وريحة حاجة كده من الآخر. خلاصة تجارب سنين كتير، من أكتر من 4 سنين وأنا بقدم لكم نفس الوصفة بنفس الطريقة. ما تبخلوش عليا بقى بلايكات كتير للفيديو، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. أنا جبت كيلو من الدقيق طبعا متعدد الأغراض ونخلته قبل ما استخدمه، وهضيف لي شوية ملح كده بسيطة. وأنا بحب أضيف فانيليا للكحك الناعم، ما بحبش أضيف ريحة الكحك. لو انتوا حابين تضيفوها طبعا براحتكم. هضيف كمان ملعقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وانا بحب اضيف ملعقتين كبار من اللبن البودرة. هو اختياري لكن صدقوني للامانة بيفرق كتير في طعم الكحك، بيخليه طعمه غني كده ولذيذ. هقلب المكونات دي كويس جدا كده مع بعض. وتاني خطوة هنعملها دلوقتي هنركن مكونات الجافة دي على جنب كده. وهجيب كوباية إلا تلت من المية الدافية، كوباية إلا تلت. هضيف ليها ملعقتين كبار من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلبهم كويس جدا كده مع بعض. وبعدين أنا هركن الخليط ده على جنب لغاية ما تنشط الخميرة. جبت طاسة وهحط فيها كوباية مليانة من السمنة. طبعا السمنة دي أنا خدتها من علبة السمنة. هاخد الكوباية السمنة دي وارفعها على البوتاجاز، وهستنى لغاية ما السمنة دي تتقدح. لكن خلوا بالكم ما تخلوش السمنة تطلع أبخرة سودا، علشان الأبخرة دي بتكون مضرة طبعا بالصحة، وبتكون حامية على المعدة برضو للناس اللي معدتهم حساسة. بعد ما تسخن جدا السمنة أنا بضيف ليها 3 ملاعق كبار من السمسم. تقدروا تزودوا أو تنقصوا يعني براحتكم. وهاتوا سمسم اللي هو طبعا نحمصه احنا في البيت، أنا بجيبه ني وبحمصه في البيت، لأن السمسم اللي بيتباع متحمص جاهز عند العطار بيكون مش فريش، يعني ريحته ما بتبقاش كده جامدة. هسيب السمسم شوية كده، طبعا بنقلبه باستمرار علشان ما يسمرش زيادة عن اللزوم. هسيبه لغاية ما السمنة تبقى بتبقبق معانا وتتقدح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهنزل بيها على الخليط بتاع الدقيق. هقلب طبعا بالسباتيولا في المرحلة دي لان السمنة بتكون مقدوحة، اوعوا تحطوا ايديكم. وببتدي ابسهم كده مع بعض واقلبهم. طبعا المادة الدهنية في المرحلة دي قليلة، بس احنا بنحاول نغلف الدقيق بيها. وبعد ما هقلبهم شويه كده هركنهم على جنب، وهجيب الطاسه هي وهي سخنه، يعني بنفس حرارتها. هضيف فيها كوبايه ونص من السمنه، يعني التوتال احنا اخدنا كوبايتين ونص من السمنه. كوبايه قدحناها على البوتاجاز، والتانية انا حطيتها في الطاسه علشان تاخد السخونيه بتاعتها وتسيح معايا. ما تشتغلوش بالسمنه وهي جامده، لازم تسيح. لو ما ساحتش وكانت الطاسه خلاص بردت ممكن ترفعوها على البوتاجاز مره تانية، بس تسخنوها مجرد تسخين. يعني اول ما تسيح خلاص كده ترفعوها من على النار، مش هنقدحها تاني عشان الوصفة تبقى خفيفة على المعدة تبقاش تقيلة. وببتدي أبس السمنة مع الدقيق بالسباتيولا برضو. واول ما نخلطهم كده خلاص هما بتبقى درجة الحرارة اختلطت، فبتبقى خلاص يعني ايدينا بتستحملها. في المرحلة دي انا سبت الاسباتيولا وهبتدي ابس السمنة مع الدقيق بايدي. ولازم واساسي علشان الكحك يبقى ناعم معاكي تبسي الدقيق كويس كده وتغلفيه بالسمنة. بصوا انا باخده بين ايديا وبفضل ابس فيه كده. يعني ادوا المرحلة دي حقها وما تستعجلوش. انا اخدتهم شوية كده بين ايديا وابتديت ابس الدقيق بالسمنه بالشكل ده. صدقوني بتفرق كتير جدا جدا في نعومه الكحك الناعم. وفي الاخر خالص كده انا بجيب خليط الخميره اللي كنت حاطاه في الميه على جنب، وببتدي اخلطهم كويس. وفي المرحله دي هتحسوا ان الخليط بقى يعني خفيف شويه. اوعوا تستعجلوا ولا تضيفوا دقيق، هو كده العجينه هتتشرب كل السوائل دي. احنا في المرحلة دي برضو ما بنعجنش، خلوا بالكم احنا يدوب كده بنلم العجينة بين ايدينا. بنختبر العجينة بالشكل ده، بنكورها وبنطبطب عليها كده وبنشوفها. لو لقيتوها ناشفة او مشققة هقولكوا تعملوا ايه. هي العجينة كده مثالية وكويسة جدا جدا وممكن نشكلها ونشتغل بيها. لكن انا حابة اقولكوا طبعا كل الحلول اللي كل المشاكل اللي ممكن تقابلكوا. لو حسيتوا ان هي بتشقق او حسيتوا ان هي ناشفة بين ايديكوا، يعني او لو حسيتوا ان انتوا عايزين
الكحكة تكون دايبة وناعمة جدا جدا هتعملوا الخطوة دي. هنجيب طاسة وهنحط فيها ملعقتين، الملعقتين دول مش مليانين قوي يعني، ممكن تكتفوا بملعقة واحدة هرمية من السمنة. وهسيح السمنة دي على النار، لازم نسيحها ما نستخدمهاش وهي باردة من العلبة. وهضيفها للعجينة بتاعتي بتاعت الكحك، وهبسها كده او هلمها لغاية ما تختفي تماما السمنة، لازم تختفي. وما تعجنوش كتير في العجينه بتاعه الكحك الناعم علشان برضو الكحك ما يبقاش ناشف معاكم. يبقى احنا ضفنا السمنه ليه؟ علشان العجينه تبقى دايبه معانا وما بتشققش. وكمان السبب التاني علشان احنا عايزين الكحكه تكون ناعمه زياده عن اللزوم. لو انتوا حابين تكون فيها يعني سنه قرمشه بسيطه خالص كده، مش هتضيفوا ملعقه السمنه الاخيره دي اللي انا ضفتها. ممكن نشكلها طبعا بالمنقاش بالشكل ده، او ممكن نستخدم البصامة. وانا في رأيي يعني البصامة بتكون منجزة اكتر وعملية اكتر، علشان بتعملي كمية كبيرة في وقت قليل، يعني اسرع من المنقاش. بصوا انا عندي 2 من البصامات، فاعملوا سكرين بقى وممكن تدوروا عليهم في محلات المستلزمات الحلواني. دلوقتي هنبتدي تشكيل. انا هجيب الصينية اللي هشكل فيها، والكحك الناعم احنا ما بندهنش الصواني بتاعته، يعني بنشكل ونحط فيه كده وخلاص. البصامة زي ما قلت لكم بتكون سريعة كده ومنجزة معايا. ما تضغطوش على الكحكة اكتر من اللازم عشان برضو ما تبقاش ناشفة كده وملهاش ملامح. احنا بنخليها وسط، ولا هي تخينة قوي ولا هي مبططة قوي. هكمل كل الكمية اللي عندي طبعا بنفس الطريقة. هنا خلاص انا خلصت التشكيل. الكيلو دقيق عمل لي الصينيتين اللي قدامكم دول مقاس 40 في 60. وكمان عمل لي صينية صغيرة خالص من صواني الكيك، اللي هي اصغر حجم تقريبا يعني في صواني الكيك. هي دي. احنا ما بنسويش الكحك الناعم يعني على طول بعد التشكيل، بنسيبه حوالي 10 دقايق كده في الصينية. ده برضو بيخلي الكحكة تبقى ناعمة معانا، بس مش اكتر من 10 دقايق. بدخل الصينية على الرف اللي في النص على درجة حرارة 170. اول ما الاقيه من تحت اخد لون جميل كده، بطفي الفرن وبولع الشواية. ويعني ما تولعوش الشواية وقت طويل، يعني يا دوب كده بياخد سن التحمير بسيطة خالص بالشكل ده. بصوا بقى الكحك واخد يعني نفس الشكل زي ما حطيته في الفرن، زي ما طلع النقشة ما اختفتش ولا اي حاجة. كمان عايزة اقول لكم الحجم بتاعه بيكبر شوية، فنبقى نخلي مسافة بين كل كحكة والتانية. هنسكره دلوقتي. انا جبت سكر طبعا مطحون، وضفت لي ملعقتين كبار من النشا. وده سر من اسرار محلات الحلواني، بيحطوا نشا علشان اللون يبقى فاتح، وعلشان برضو ما يستخدموش كمية سكر زيادة. وضفت باكت من الفانيليا. انا بحب اضيف النشا برضو بيني وبينكم عشان ما يبقاش مسكر قوي، يعني يبقى شكله حلو وعليه سكر وابيض، لكن مش مسكر قوي عشان ما يجزعناش. بصوا كمان انا بحب احطه في المصفى او المنخل، وبرشة واحدة بس في دقيقة بتخلصي كل الصينية اللي عندك. بصوا بقى لما نقرب الصورة قد ايه ناعم ودايب. السر اللي احنا ضفناه النهارده اللي اول مره انزله لكم في الفيديو بصراحه، ملعقه السمنه الاخيره اللي انا ضفتها على العجينه دي، بتخلي الكحكه بصوا دايبه وناعمه جدا جدا، يعني بتدوب في البق ذوبان حرفيا. لو انتوا مش حابينها تكون دايبه قوي الكحكه، ممكن ما تضيفوش ملعقه السمنه الاخيره اللي احنا سخناها وحطيناها دي. نقطه مهمه خلوا بالكم منها، الكحك لما بيخرج من الفرن احنا بنسيبه على الصواني حوالي ساعتين او 3 ساعات، ما تلمسهوش خالص لغايه ما يبقى بارد تماما، لان الكحك بيبقى سخن فممكن يبصم معاك ويتلخبط، او ممكن حتى يتكسر. وكمان نقطة مهمة تانية، يا ريت ما تسكروش اول يوم، استنوا تاني يوم ورشوا عليه السكر، لانه وهو خارج من الفرن كده بيشرب كمية سكر مهول، علشان بس ما يبقاش مسكر زيادة عن اللزوم معاكم. بصوا الكحكة شكلها عامل ازاي، الرسمة بتاعتها باينة طبعا ما اتلخبطتش ولا حاجة، ودايبة وناعمة جدا جدا. كمان من جوه السمسم يعني شكله خطير. بصوا الكحكة شكلها عامل ازاي. بجد الطريقة دي من أجمل وأروع الطرق اللي أنا دايما بعملها ومعتمداها وما بغيرهاش أبدا أبدا أبدا. لو وصلت لغاية هنا ما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير للفيديو، علشان أنا نفسي بجد الكل يستفيد من الوصفة دي ويجربها. وبحبكم من كل قلبي. ناهد فاروق.